السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده كان معانا مشكلة في المصنع بتواجه واحد مشغل المكنة، إن هو بيجي يحمل حاجات على الونش، والمحمل لما بيجي يحمل حاجات على الونش معاه ريموت كنترول، كان بيدوس أب فكان الونش بيطلع زيادة عن اللزوم، فكان بيخبط الليميت سويتش وساعات بيعدي الليميت سويتش فبيقفش مع الموتور. مرة في التانية في التالتة الموتور قفش وعمل مشكلة، وحبينا إن احنا نحل المشكلة دي، فاضطرينا إن احنا نفك الموتور خالص ونبدأ نوجد المشكلة اللي في الونش. فلما جينا فكينا الموتور اكتشفنا السيركت بتاعته قديمة جدا من الستينات، حبينا نطورها أو نشتغل على نفس الكومبوننت السليمة اللي في الدايرة ديت، ونبدأ نحط ديزاين للموضوع يكون بيحل المشكلة بشكل سلس وبسيط. عملنا إيه؟ عملنا الشغل كالتالي. هنبدأ نرسم التاسكاية بتاعتنا. عندي ده مفتاح الستوب بتاعي اللي كان في ريموت الكنترول، وعندي ده مفتاح الاب، وعندي ده مفتاح الدوري. عندي هنا K1 كونتاكتور الاب، وعندي هنا K2 كونتاكتور الدوري. انا في الطبيعي هنا لو دوست على الاب هشغل الكونتاكتور K1، لكن انا لو دوست على الاب والداون هشغل الاثنين، فهعمل شورت سيركت في الدايره بتاعتي وانا مش محتاج كده. فبالتالي هضطر ان انا الجا لنوع انترلوك من كونتاكتور واحد وكونتاكتور اتنين. بس انا عندي مشكله. المشكله في الدايره ديت ان كان التصميم بتاع الونش دوت فيه كونتاكتورين يعتبر من الستينات ما فيهمش نقط مساعده زياده، ولا قابل ان هو يركب عليه نقط مساعده زياده، فاضطرينا ان احنا نجيب ريليهات بنفس باور الكونتاكتور ونحطها وناخد منها نفس النقط اللي احنا محتاجينها ونحل بيها المشكله بتاعتنا. جبنا ريليهات، ريلي 1 وريلي 2 من نفس الباور بتاع الكونتاكتور، يعني لو الكونتاكتور 220 يبقى الريلي 220، لو الكونتاكتور 24 يبقى الريلي 24. هنبدا ناخد نقطه من الريلي دوت ومن الريلي دوت نعمل بيهم انترلوك بين الاثنين، يبقى هنا ريلي 2 وهنا ريلي 1. اصبح انا كده دوست اب هشغل كونتاكتور واحد. لو دوست وانا دايس على الاب دوست داون مش هيشتغل معايا الداون، لان انا الاب فاصل الداون. يعني انا دلوقتي دوست اب اشتغل معاك كونتاكتور واحد واشتغل معايا ريلي واحد، يبقى اصبح النقطه ديت كانها مفتوحه، يبقى مهما تدوس داون مش هيشتغل الا لما اشيل صباعي من على الارض. جميل. طيب انا هستكفى بكده؟ لا مش هستكفى بكده، لان انا كمان برضه عندي مشكله كانت حصلت في الونش ده في الاول، ان انا لما الونش ده بيطلع زياده عن اللزوم بيخبط في حاجه ليميت سويتش. المفروض ان الليميت سويتش ده الدبشه بتاعتي ما تعديش الليميت سويتش، فبالتالي انا عايز اشغل الليميت سويتش دوت ان انا لما ادوس اب ويبدا الونش يخبط في الجزء بتاع الليميت سويتش ده يقف وما يشتغلش اب تاني الا لما ادوس داون وانزله عشان يكون بقى في سماحيه التشغيل. فاضطرينا ان احنا ناخد نقطه عند الاب نورمال كلوز من من الليميت سويتش اللي هو راكب هنا. فبالتالي انا لو دوست اب فضل شغال معاه الونش اب 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 لحد ما خبط في الليميت سويتش، هيقول لك بس كفايه مش هشتغل تاني الا لما تشتغل داون وارجع اشغلك اب، لانك انت وصلت للحد الاقصى من الاب بتاعك. التاسكايه ديت مع العلم كل حاجه 24 فولت. هنبدا نشتغلها عملي ونحل المشكله عملي ونوريكم التشغيل بتاعها هيكون عامل ازاي، كل حاجه هتبقى عامله ازاي لحد ما الونش يركب ويشتغل ان شاء الله. واستنونا في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.